السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى معانا شوية معجنات كده للمدارس، تقدري تعمليها بنص كيلو دقيق أو بأكتر زي ما انتي عايزة. أنا عجنت العجينة بزيادة، خدت منها الكمية اللي أنا عايزاها وشيلت الباقي في الفريزر عجين من غير ما نفرد ولا نخبز ولا أي حاجة. بصوا شوفوا بقى الحركات والتكات هنا هتلاقوها مع ام عدي. يلا نشوف عملنا كل الحلويات دي ازاي بمكونات سهلة جدا، واللي مش متوفر عندك ما تحطيهوش، مش هيخسر معاكي. وهقولك على بدايل تقدري تستخدميها او تحطيها لو انت حابة. وهنا ان شاء الله معانا ايه؟ معانا كيلو دقيق، ومعانا معلقة كده، حوالي معلقة عشان المعلقة دي ما كانتش مليانة قوي، معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر، وكيس كامل من الخميرة انا عارفه ان هي كويسه مضمونه بالنسبه لي. لو انتي واثقه في الخميره بتاعتك حطيها زي ما انا حطيت، وحطي رشه الملح بتاعتك والسكر وكده 3 4 معالق سكر، مش هيخسر معاكي عشان تكون العجينه معاكي حلوه ومسكره. وكمان السكر بيديها لون جميل. حطي سكر بودره، سكر عادي اللي هو بتاع الشاي السنترافيش ده عادي المتوفر عندك حطيه. انا استخدمت كيس حبوبه، وعندي كيس كده واخده منه حبه الكوثر، حطيت الاتنين على بعض مش هيخسر. انا بحب اجيب الدقيق اللي هو السايب او الدقيق الاكياس حسب ما بيتوفر معايا، حسب ما بحس ان انا عايزه اعمل حاجه كويسه. انا استخدمت برضو في الكحك دقيق الحبوبه كان عندي، يعني ده او ده شغال، الموجود عندك جيبيه. والله ما فيش نوع دقيق معين تحتاج ان انت تجيبيه. كل اللي انا عملته زودت، بس بدل ما احط بضايه حطيت بيضتين، بدل ما احط اللهم صل على النبي، بدل ما احط كيس دقيق حطيت كيسين عشان الكيس يعتبر 2 كيلو مثلا، فحطيت عليهم معلقه كمان بيكنج باودر كبيره مليان، وحطيت كوبايه زبادي. لو مش عندك الزبادي ده خالص استغني عنه، لو مش عندك البيض استغني عنه عادي جدا، استغني عنه. بميه ودقيق هتقدري تعجني العجينه دي من غير خميره كمان، من غير خميره، بميه ودقيق. جربي، لو عندك لبن قاطع اعملي بيه مش هيخسر معاكي. اي حاجه انا عملتها تقدري تحطيها، وميه من الحنفيه عليها شويه ميه سخنين صغيرين، وعملتها بالشكل ده. خدت معايا حوالي 4 كوبايات ميه، او تقريبا 4 كوبايات ميه. انت العجينه هتاخد معاكي كميه ميه حسب الدقيق بتاعك. انا عشان حاطه نوعين طبعا مفيش نوع معين انا استخدمته، فانت المتوفر عندك هتستخدميه. لو دقيق سايب برضو انت مش عارفه نوعه، مش عارفه هو هتستخدمي له ميه قد ايه، لا هتستخدميه وهيبقى زي الفل معاكي. لما تعجنيه، عارفين لما بنعجن الدقيق بقول لكم هنا خدت 4 كوبايات ميه، وانا مش هحط ميه تاني. عندك لبن بودره حطي، ما عندكيش ما تحطيش. انا بقولك المتاح ان انت تحطيه، واللي مش متاح واكتب لكم مقادير النص كيلو على الشاشه، بس طبعا هيتحط فيها بضايه واحده ومعلقتين زبادي. ما عندكيش زبادي ما تعجنيش بميه، حط حبه ميه على اللبن الرايب واعجني بيه، ما تعجنيش بلبن بس او بميه بس، اعجني بالاتنين مع بعض هتطلع معاكي حلوه وزي الفل. العجينه بيختلف شكلها حسب سمكها فردتها معاكي. العجينه كلها واحده، وهنقدر نعمل بيها بيتزا كمان في الصواني، بيتزا كبيره ليوم غدا. فانا عجنت بالمره بصراحه يعني، فانا كان ممكن اعمل باتيه بقى واعمل مش عارفه ايه، طب ما كله طعم واحد، هعمل ليه كله طعم واحد؟ هي الحاجات الحشوات اللي انا احطها هي اللي هتختلف. لا انا مش هعمل كده. انا بقول لكم بص العجينه مشبكه ايديا ازاي، شبه ايد البطه كده او ايد الوز، شايفين؟ انا بقى استخدمت زيت، لا حطيت زبده ولا حطيت اي حاجه خالص، وحطيت البيضتين كاملين على فكره. في معجنات تانية بتتعمل بطريقة جميلة، معجنات تركي كده، هبقى اعملها معاكم بصراحة يعني. يعني انا كنت جربتها بطريقة تانية في مطعم، بس ما جربتهاش ان هي صراحة تركي، بس انا حاول ان انا اجربها معاكم كده. بقول لكم كده كده مية مية، وهتخمر معانا على طول. الغطا هنا ما كانش بيقفل معايا كويس، فانا لما عملت الغدا حطيت الحلة فوقيه وظبطتها كده. جبت بقى قالب الشوكولاتة ده، كان محطوط في التلاجة طبعا، ساحت واتحطت في التلاجة ان هي كانت عنده محطوطة على الرف في السوبر ماركت. والقالب الشوكولاته ده ب50 جنيه، فما انصحكوش ان انتوا تجيبوه غالي قوي. جيبوا اللي هي السايبه اللي هي معرفش هي بالقالب الكبير ده، بتبقى بالقطعه، واللي عايزه مكعب او مكعبين هيقطعها لك ويقول لك دي مثلا وزنها قد ايه.
عامله كام؟ حاجه حته كده ب20 ب30 ب17، زي ما انت عايزه. في انواع كتير جدا، بس انا عشان جبتها بالحليب. في ساده ارخص بس اللي بالحليب اغلى، فانا جبتها بالحليب عشان تكون طعمها حلو. هي بس بصراحه يعني انا عندي مربى، مش محتاجه ان انا اجيب مربى. هما الاتنين دول كانوا عاملين 30 جنيه، وجبت الجبنه الافانتي ب20 جنيه. انا عايزه الجبن حبه صغيرين على قد اللي انا هعمله. طبعا انا ما خدتش الشوكولاته كلها، انا خدت منها جزء بس وخلاص على كده. وعملت كمان الكرواسون. اول حاجه كده الشكل مش بيبقى مظبوط معاكي في اي حاجه، انت لسه مبتدئه فيها زي كده. يعني انا ما عملتش الكرواسون ده قبل كده، اللي هو الباتيه يعني، اللي هو زي المولتو، عشان الكرواسون طريقه تانية خالص. اللي هو المولتو ما عملتوش كده خالص. ورحت بقى عامله كده. انا قلت لكم ان من غير خميره هتنفع. من غير خميره هتنفع، والله العجينه هتنفع باي حاجه، بس انتي ما تقوليش لا. انا عندي الرخامه الصغيره، فكان ممكن استخدم النشابه اللي هي بتاعه ال الرقاق. النشابه دي هي اللي عندي متوفره، العصايه الطويله دي فعندي. او مثلا عارفه العصايه بتاعه المقشه دي، لما تكون عندك عصايه كده ونضيفه ومغسوله وزي الفل، اكسري منها حته وخليها معاكي نشبي بيها، او روحي عند النجار وقولوا له اقسمها لي. جيبي حته زين حلوه كده وقولوا له اقسمها لي، هتفرد معاكي وتبقى جميله. بس النشابه بيبقى ليها سمك من نص كده مليان شويه، من الحرف بتبقى رفيعه، فبتفرق. عشان كده شايفين اتقطعت معايا ولا يهمني، ولا هيفرق معايا. من نص خفيفه من الحرف تخينه برضو مش هيهمني. هتشوفوا هنعمل ايه. ده احنا هنعمل هنا خزعبلات. بصوا بقى، انا مش عارفه بقى اعملها ازاي. لحد كده بقى وقفت قلت طب انا هحشي بايه؟ بمربى. انا المفروض كنت حطيت المربى دي في الفريزر شويه ان هي سايحه خالص، فطبعا ما نفعتش معايا، بس اهو قضت الغرض. والشكل ما كانش احسن حاجه معايا، بس ايه قلت اعمل واحط جنبي كده. ان انا طبعا كنت بعمل حاجات كتير كده في المطبخ، فقلت ايه، قلت اظبط كل حاجه انا محتاجه مني تاخد وقت. بقيت وانا بعمل حاجات في المطبخ بقيت بعمل ايه الحاجات دي، ولا اسيبها تخمر عقبال ما اعمل حاجه تانية. اخرج اشوف الولاد اللي بيذاكر واللي عنده درس واللي عايز مني حاجه. وعملت لهم كمان غدا، هنزله لكم بقى في الفيديو الجاي. يعني اليوم بتاعي رتبت فيه كام حاجه هتنفع الولاد جدا 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 في المدرسه. بصوا بقى شكله جميل، والله شكله رهيب. وهقول لكم على مكونات سهله وبديله لدهن الوش. بصراحه تحفه. هما بيحبوا الجبنه كتير، بيحبوا الجبنه افنتي، بيحبوها بزياده، فانا عملت لهم اللي هم بيحبوه. وبقيت العجينه انا شلتها بصراحه بالطبق بتاعها، ان كنت هلكت في اليوم ده. كان يوم هلك بصراحه. فعملت لهم كده وكل حاجه تقدري تعمليها اعمليها، واللي ما تقدريش تعمليه او مش متوفر بالنسبه لك ما تعمليهوش. انا بقولك تقدري تجيبي نص كيلو دقيق، والدقيق تقريبا ب27 جنيه او 22 جنيه حاجه كده، انا مش عارفه بصراحه. ان انا بعد ما جبت الدقيق اللي كان عندي انا جالي دقيق تاني. يعني انا ما اشتريتوش، دي برضو اكياس كده صاحبتي جابتهولي، كان عندها كميه بصراحه وجابت لي دقيق، فانا ما جبتش دقيق. بس انا استخدمت سمنه افرد بيها. ما عندكيش السمنه استخدمي زيت، بس انا قلت زيادة طراوه بقى، زيادة غناوه شويه، بما ان انا ما حطيتش سمنه فيها. والميني بيتزا انا مش هقطع وافرد واخد الفوارغ واعجنها تاني واخمرها تاني خالص اطلاقا. انا هبططها كده على ايديا زي القرص، وطعمها يبقى جميل. وخلي بالكم لما تطلع ناشفه من الفرن هقول لكم على تركايه خفيفه، واكيد كلكم عارفينها او معظمكم عارفينها، وبتطرى من غير ما تبخي ميه ولا اي حاجه. ان انا ما عنديش بخاخه بحط فيها ميه بصراحه، فما بستخدمهاش. الصينيه الصاج هنا ما دهنتوش اي حاجه، ولا الصينيه دهنتها اي حاجه. انا حطيت على طول كده بس كده. وزوقت البيتزا كده زي ما انتوا عارفين، زيتون وجبنه وجبنه موزاريلا ميكس الحمد اللي انا بستخدمها. وظبطتها كده، حطيت شويه فانيليا على البيضايه، ودهنت طبعا صلصه بملح وفلفل من تحت في البيتزا هنا كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا جبت البيض ودهنت. شايفين الخزعبلات اللي انا عملتها؟ شايفين عملت عباره عن شويه خزعبلات كده. الخزعبلات دي بقى هتبقى احلى حاجه، والله حاجات جميله. عشان بس ايدي ما ظبطتش في الاول. بصوا بقى الصينيه التانية اللي انا عملتها ساده،
اللي انا ما حشيتش فيها غير تقريبا 3 4 وحدات، والباقي كله كان ساده. انا جبت المربى الطبقين اللي انتوا شفتوهم معايا دول ب30 جنيه الاتنين مع بعض، وجبت اللي هو الجبنه ب20 جنيه، جبنه اللي هي افانتي، جبنه بيضه سايبه. تقدروا بقى تجيبوا علبه جبنه، تجيبوا اي حاجه انتوا عايزينها. وهنا بقى انا حطيت ايه؟ البيض. بعد ما دهنت بالبيض انا صفيت كده بالفرش زي ما انتوا شفتوا ودهنتها. بصوا الشكل ده جميل ازاي، وطالع حلو ومتناسق. بصوا حتى لازقه ازاي، وحاسه ان هي هتتكسر مني، بس كانت طريه بصراحه. قلت بقى اثبت التليفون واوريكم الطراوه والشكل من جوه. دي فاضيه، انا قلت لكم ان انا عامله فاضي وعامله ايه في حشوه. بصوا بصوا الجبنه، بصوا جمالها وطعمها حلو، والجبنه بيكون طعمها حلو في المعجنات. انا عن نفسي مش بحب الجبنه زياده، بس اكني باكل سندوتش جبنه يعني. وهنا كمان حاطه الشوكولاته، طعمه تحفه، طعمه جميل. كل الكميه دي انا بقول لكم هجيب فوطه نظيفه عشان الفوطه دي لقيتها مستخدمه يعني، وجبت بقى الفوطه النظيفه وهقول لكم عملت بيها ايه. هنا بقى بعد ما وريتكم الحركات دي، بصوا بصوا الجمال، بصوا من جوه، بصوا الجبنه. انا مش حاطه حشوات زياده ولا اي حاجه، انا بس حاطه الحشوه كانك بتاكلي سندوتش جبنه. انا مش بحب الجبنه الزياده، بس يعني ايه، حلو شغال. وهنا دي بالشوكولاته، بالشوكليت، بتبقى جميله. على راي واحده صاحبتي وحبيبتي كده، بتقول شوكليت على طول، جميله قوي بتقولها. ويبقى الف هنا وشفا لما تجربوا الوصفه، ويا رب تعجبكم. سلام.